تفتكر ان اي حاجه بالاي اي لازم تنجح؟ مدير العمليات التشغيليه في سامسونج اكتشف في لقاء قريب ليه ان هم بيطوروا سماعات ونظارات واساور وساعات وخواتم بتتكلم. وهنا هو بيتكلم على انها تبقى مدعومه بالاي اي، يعني تكلمها وتكلمها وتساعدك وتاخد من الاوامر وتشرح لك الدنيا بتمشي ازاي. بس سامسونج مش اول شركه تطلق الاجهزه المدعومه بالاي اي دي. ميتا برضه نجحت ان هي تعمل نظاره ريبان مدعومه بالاي اي، وباعت اكتر من 2 مليون نظاره اول ما انتجتها في اكتوبر 2023. النظاره دي يقدر الشخص يسالها اسئله وتجاوب عليه ويديها اوامر ان هي تاخد لقطات وكمان ترد على التليفون. مش بس كده، كمان ميتا في شهر 5 سنه 2025 عملت برضه نظاره مدعمه بالاي اي اسمها اوكلي ميتا جلاسز، بس دي مخصصه للرياضيين. النضاره دي عملت ضجه كبيره قوي، واللي عمل لها اعلان امبابي نجم ريال مدريد، وده اللي خلى سامسونج وجوجل تحاول تطور حاجات جديده كده زي ميتا. هما بالفعل عملوا ساعه سمارت اسمها جالاكسي ووتش 8 زي اللي انا لابسها دي، ودي اول ساعه مدمجه مع الجيمني اي اي، واللي بتديك نصايح عن الفتنس وتساعدك ازاي تنام كويس وتقلل التوتر. بس اسمع يا حبيب عم رائد، مش شرط اي حاجه مدعمه بالاي اي تنجح. تعال اقول لك على مثال لشركه عملت جهاز كده بديل للسمارت فون. الشركه دي اسمها هيومني، عملت بديل للسمارت فون وسمته اي اي بن، بيتحط على الهدوم من بره كده بالظبط زي المايك اللي انا لابسه ده. بس للاسف الجهاز ما نجحش بسبب ارتفاع درجه حرارته وتاخره في الرد، وده اللي خلى الشركه توقف انتاجه بعد سنه واحده بس. بعد كده شركه اتش بي سنه 2025 اشترت الشركه ديت ب 116 مليون دولار. الخلاصه يا ابن ابني، الناس كل يوم بتفكر في حاجات جديده تفيد الناس، واحنا زي ما احنا ما بنعملش اي حاجه خالص. كل الايام بتاعتنا شبه بعضها. بص لنفسك يا ابن ابني واعمل اسم يعيش، وتابعني لو عاوز تعرف الجديد يا واد.